إخواني السلام عليكم ورحمة الله. تعرض البرازيلي نيمار جونيور نجم المنتخب البرازيلي والهلال السعودي لصدمتين خلال 24 ساعة الأخيرة، واستنادا إلى شبكة جلوبو البرازيلية فإن ذلك حدث عبر عملية اقتحام وسطو مسلح من 3 لصوص لمنزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة نيمار خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بهدف اختطاف ابنة اللاعب، مضيفة أن الهدف الرئيسي من عملية السطو كان العثور على برونا رفقة مولودتها الجديدة لمساومة النجم البرازيلي عليهما. ومع ذلك لم تكن برونا ومولودتها متواجدتين في المنزل، بل كانتا في بيت أحد أصدقاء نيمار للاحتفال بمرور أول شهر من عمر مافي. وأشارت الشبكة إلى أن التحقيقات أثبتت سرقة حقائب يد وساعات ومجوهرات ثمينة، لكن المفاجأة أن العصابة كانت تهدف إلى شيء أكبر من ذلك، وهو اختطاف ابنة نيمار. وكان نيمار رزق بمولودة جديدة قبل أيام تدعى مافي من برونا بيانكاردي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم نيمار بعملية السطو، حيث سبق وأن تعرض لعملية سطو مسلح بواقع واحدة في العاصمة الفرنسية باريس وأخرى بالبرازيل. شكرا على المتابعة.